الانجلي نقيه ولا انجلي نقيه الانجلي نقيه الله يسكتك. لا اوكي السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أثار أحد الصحفيين الجزائريين موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي عندما استهل مداخلته باللغة الإنجليزية خلال الندوة الصحفية التي عقدها المدرب الجزائري جمال بلماضي. وقد ظهر الصحفي الجزائري مرتبكا يخرج ويدخل في الكلام ولم يعرف من أين يبدأ كلامه باللغة الإنجليزية، حيث لم يستطيع تكوين جملة واحدة صحيحة. وقد اضطر الصحفي إلى الانتقال سريعا لاستعمال اللغة العربية، ولكن المفاجأة كانت صادمة، فحتى اللغة العربية لم يتقنها بشكل صحيح. How's your day, coach? First of all, I'd like to ask about player Ismail Ben Nasser. Will she be Africa Cup? خصوصا ان هناك تقارير اكدت يعني عوده الميادين لميادين التدريب في الاسبوع المقبل. وقد تفاعل المدرب الجزائري جمال بلماضي بذكاء لحفظ ماء الموجه قائلا: هل أجيبك باللغة الإنجليزية أو العربية؟ حيث اهتزت القاعة وارتفعت أصوات الساخرين من الصحفي. وقد سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقارنة الصحفي الجزائري بالصحفي المغربي واستحضار حادثة الصحفي المغربي الذي اشتهر بمونديال قطر بإتقانه للغة الإنجليزية، حيث ياسين بونو وليد الركراكي. Je suis un journaliste marocain, but I'm going to speak in English so all the journalists in this room will understand what I'm saying. Yassine and Walid, today you have made history. I don't have any question. I just would like to thank you. I would like to thank you because this has never been done in Moroccan football. You have gained back the trust of a whole Moroccan generation. 40 million Moroccan people are happy today of what you've done. Thank you, Coach Walid. Thank you, Yassine Bounou, for everything that you have done. Today you have marked the Moroccan history. I'm speaking and I have tears in my eyes because seriously you have marked Moroccan history, Yassine. Thank you. First of all, as a Moroccan... Second of all, as a Moroccan... تحدث الصحفي المغربي بإنجليزية صحيحة ودقيقة وهو يسأل حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو، مما دفع بونو للضحك والقول إن الصحفي تفنن في استعمال اللغة الإنجليزية. هذا الحادث ينضاف للحوادث الأخرى التي يرتكبها الإعلام الجزائري، حيث يحاول في سباق مع السراب مجاراة الإعلام المغربي والتقاليد والثقافة المغربية، دون أن ينتبه أن المغرب بلد عمره أزيد من 14 قرنا، يملك رصيد كبير وتاريخ عريق بتراكمات السنين، الأمر الذي يجعل وجه المقارنة مستحيلا في ظل الفوارق الشاسعة